مساء الفل، مساء الجمال، مساء الحلقات على احلى ناس. اهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد وهاجي قناه قائمة فانس. النهارده موضوعنا موضوع شيق هيخص بعض الحاجات ممكن الناس مهندسين تفهموا وبعض العملاء تفهموا. التكوين عنصر مهم من العناصر اللي لازم نعمل بيها ترابط مع الديكور بتاعنا. لو انت مهتم بالفيديو ده متنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف حاجات كتير قوي جديده، تريكات نازله. احنا بقى النهارده جايين نتكلم عنها عشان التكوين ده هو مصطلح هندسي. المصطلح الهندسي ده مربوط بشغل او مربوط بتكوين او مربوط بعناصر لازم نكون مترابطين بيها ببعض. المرتبط بيها التكوين ده عنصر من العناصر هو ببني عليه الديكور بتاعي وايه الكونتراست اللي يربط معاه. طيب انت لو مهندس هتفهم كلامي شويه، لكن لو عميل انا لسه ما فهمتش. هننزل للمستوى العميل عشان يفهم المصطلحات بتاعتنا. يعني ايه التكوين؟ التكوين هي عندك فراغ، الفراغ ده بتبتدي تبني ليه جسم. هنتكلم بشكل ايه بلدي شويه وننزل بقى تحت الترابيزه خالص ونتكلم عن ان احنا نتكلم ان الشقه دي فيها سقف وحيطان وارضيه. التكوين ده ان انا لازم اربط العلاقات معايا وابتدي اعمل الجسم او الشكل او الشيب بتاعي اللي انا هبدا بيه الجسم. على سبيل المثال ان انا عندي ريسبشن كان عندي المطبخ ده مقفول زي ما انتم شايفين كده، وابتدينا نكسره. كان الفتحه بتاعته هنا وكان اقل شويه، ابتدينا نكسره فابتدينا نعمل التكوين ده او الموديلنج ده عشان يخدم على الريسبشن. هنشوف عنصر الريسبشن. فالتكوين ده عنصر مهم. يعني تعالى نتكلم على زون بس من الزونات دلوقتي اللي هو المطبخ احنا كسرنا عملنا ال شيب بتاعتنا دي عشان احط غساله وغساله والتكوين بتاعي الحوض ثم السخان ثم بعد كده فاضي، بعد كده المنطقه عندي هنا البوتاجاز، من بعد البوتاجاز فاضي العنصر الثاني الثلاجه. طيب ايه اللي هعمله هنا تكوين؟ لازم اراعي عندي السبيس بتاع المساحه بتاعتي. ده كده علاقه بالتكوين. اراعي المساحه دي فالمساحه دي. راعيت المنطقه بتاعه البوتاجاز او بتاعه الثلاجه، فالثلاجه راعينا المساحه بتاعتها الدايمنشن ده عشان نراعي المنطقه بتاعه البوتاجاز دي. فيبقى احنا عندنا اول حاجه اول ثلاجه، فيبقى انا عندي السقف. ما اجيبش السقف هنا في النص وخلاص ويبقى هو ده يلا بينا كوليشن كده وخلاص، لا زي ما انتم شايفين واصلا السقف في المنطقه اللي انا هقف فيها عشان الثلاجه والتكوين بتاعي ما يكونش عندي فيه فراغ. يبقى انا قافل زيت لاين في الحته دي. عندي نفس المنطقه هنا اصغر شويه عشان عندي هنا الحوض والمسافه فوق هتبقى 40 سم، فانا يبقى انا شفت الشكل يمين وشمال معايا. مع الحته بتاعت الكونتر بتاعنا هيبقى هو ده المنطقه. فهنا دي علاقه التكوين. السقف بتاعه لو انا عملت سقف ساده ممكن اعمله مربع مستطيل مربع مستطيل. هنا علاقه التكوين مع الشكل. مع الليد بروفايل هنا يبقى انا نسقت الشكل بشكل عام ان انا اقدر اظبط اكتر تكوين اقدر احقق بيه نجاح. النجاح اللي هو ايه؟ الوظيفيه ان انا لما اخش من عندي هنا من المطبخ عندي 2 سبوت لايت وعندي ليد بروفايل، يعني الاناره عندي واضحه وسليمه وقويه بالنسبه لي. لو هحتاج سبوت هنا وهحتاج سبوت هنا تاني يغذي المنطقه. مع الاناره ان كده الكيتشن عندي ال 40 سم اللي فوق او المطبخ في الحته اللي فوق خلاص منوره بالنسبه لي، فيبقى الموضوع منتهي. يبقى انا عندي هنا المنطقه دي يبقى انا استخدمت الوظيفيه بتاعتي مع الاناره على الكاونتر بارت واضحه وصريحه، مع الاناره بعد الثلاجات وبعد المنطقه دي هتنور بالنسبه لي هنا اناره واضحه وصريحه. فيبقى انا كده بالنسبه لي استخدمت كل المساحات كل العلاقات اللي انا لعبت عليها. غير كده الوظيفيه مش هتبقى ليها تكوين معايا كويس قوي. ده الفكره في التكوين. تعالوا ناخد نظره سريعه عندنا برضه هنا. تعالوا نبص ايه احنا كده من داخل الشقه. عملنا البار بتاعنا اهو، وعملنا التكوين بتاعنا توظيف للمنطقه بتاعتنا عشان ينور على اللايت شيب. عندي الانترانس بتاعتي فانا خدت الوظيفيه هيبقى في ليد بروفايل مع الشكل ده مع السبوتر نورت المنطقه دي. تعال نخش شويه معانا. نخش هنا المنطقه بتاعت الريسبشن بتاعت السفره البوفيه والمنطقه بتاعته الحركه هتبقى من هناك. يبقى انا استخدمت المنطقه دي بالشكل ده، وعندي هنا فوق السفره السبوت لايتس، فانا خدت الوظيفيه مع التكوين وقسمت. انا ممكن اخد الريسبشن ده حته واحده بس انا عملت علاقات ترابط ما بين الشكل والشكل. تعالوا نخش برضه هنا المنطقه بتاعت المعيشه. عندي هنا القاعده بتاعتنا ال والانترانس والشاشه. عملنا تكوين ومع علاقه الكونتراست بتاعت السقف الاسود خدنا البلاك ده مع هنا بقى ده الكونتراست.
الالوان مع السفره، ومع خدنا الكراسي فيها اسود وخدنا المنطقه فيها اسود، فيبقى احنا عملنا ترابط لتكوين الالوان معانا. طيب كل الحاجات دي كلها بتدينا ارتياحيه، والعنصر بيبقى انت شايفه بشكل جمالي. فانت كل الحاجات دي زي ما انت شايف كده، خلينا هتلاقي التكوين بتاعها ظاهر. تعال نكمل راوند تريب كده، هتلاقي هنا التي في يونت وهيبقى بديل رخام، وهيبقى المنطقه بتاعتنا هنا هتستخدمها بشكل افضل. تعال نكمل، هنا هيبقى عندي ديكوريشن خشب، يعني انا عندي بديل رخام، عندي هنا خشب، وهيبقى تكوين خشبي يظبط حرف ال شيب يرد على السفره يا باشا. مع الريسبشن والراوند تريب معانا بقى، تعالى كده هيبقى كده، وده الكاونتر بتاعنا هيبقى ده المطبخ. فالتكوين كده بقى مترابط، علاقات تكوينيه مترابطه مع بعض، كل زون متقسم لفراغ لحده، فكده بقى الشكل مترابط. ايه الجمال ان انا عملت ده؟ عملت اكتر من وظيفيه للمكان، فانا عليا اتفرجت على حاجه ثم اثنين ثم ثلاثه ثم اربعه. ممكن اعمل حاجه واحده بس، ده هبقى عندي ملل، بس برضه ما بقاش عامل شغل دوشه، ما بقاش عامل زحمه، يبقى عامل ترابط ما بين الشغل. دي المهنه او دي الشطاره ما بين مهندس لمهندس، ما بين حد بيرسم لحد تاني بيرسم. حسسني ان المكان فيه حاجات كتيره ومبسوط فيه ومش زحمه في الاخر، وعلاقه ترابط الالوان والخامات مع بعض. ف يعني في البلدي ما تنساش تفعل زر الجرس وتعمل سبسكرايب وتشترك معانا في القناه عشان تشوف حبه تريكات عمرك ما شفتها في حياتك. السلام عليكم، كان معاكم مهندس ديكور محمد تويل.